إحساس صعب قوي إنك تفقد شخص عزيز عليك. في مراحل معينة كده بنعدي بيها لما بيحصل كده، تعالوا نتكلم عنها. أول مرحلة بتكون مرحلة الصدمة، بنحس بالصدمة حتى لو في علامات على إن الشخص ده هيتوفى، يعني في مرض أو في حاجة معروف خلاص إن هو هيتوفى، بنفضل ننكر الواقع، ما بنصدقش إن ده بيحصل فعلا، بنحس إن إحنا في كابوس، نصحى كل يوم نحس إن ده كان مجرد كابوس وإن ده ما حصلش، ونصطدم تاني بأرض الواقع إن ده حصل فعلا. نبتدي بقى بعد كده ندخل في الانعزال، ننعزل عن الناس، نقفل على نفسنا، بيبقى ما عندناش حتى القدرة على الكلام. الناس تيجي تقول لنا معلش وربنا يصبركم، واحنا في جوانا وجع مفيش اي كلام ممكن يوديه، ونبتدي بقى نسترجع كل الذكريات والاحداث اللي حصلت من اول بداية الموضوع لحد ما حصل، ونتوجع اكتر واكتر. الناس بتقول ان كل ما المدة بتطول كل ما الاحساس بيقل بالوجع، لكن دي مش حقيقة. نبتدي بقى بعد كده نسأل نفسنا أسئلة غريبة. يا ترى الشخص ده موجود فين دلوقتي؟ هو الشخص ده بيواجه ايه؟ الشخص ده في مكان أحسن دلوقتي؟ يا ترى هنقابل الشخص ده تاني؟ أسئلة كلها غريبة ملهاش إجابات، وبنلاقي نفسنا في الآخر وصلنا إن إحنا ضعاف قوي قوي قدام قدرة ربنا. تبتدي بقى بعد كده كل يوم يعدي تبتدي تسترجع ذكريات وشريط العمر مع الشخص ده. في بعض الأحيان وإنت قاعد مهما كان مكانك، مهما كان انت موجود فين، تلاقي نفسك بتبكي وبتعيط وتحس ان الانسان ده وحشك قوي قوي. وفي اوقات تانية تفتكر موقف حلو قوي او موقف لذيذ حصل ما بينكم وتضحك وانت قاعد لوحدك. بيقولوا دايما ان لما الانسان بيفقد امه بيفقد السند والحنان، ولما بيفقد ابوه بيفقد الظهر والسند، والكلام ده حقيقي على فكرة او واقع الموت بيخلينا نفكر في حاجات كتير قوي في حياتنا. يعني لو مثلا انا من الناس اللي دايما بفكر ازاي اخطط لبكره، واقع الموت بيدمر الفكرة دي تماما، لانك بتكتشف ان انت ما فيش في ايدك اي حاجة، انت ما تقدرش تتحكم في اي حاجة حرفيا. محدش فينا عالم حياته هتنتهي امتى، ممكن في اي لحظة حياتك تنتهي وانت مش عامل حسابك على ده. عشان كده احنا لازم نركز قوي ان احنا نعيش كل يوم كأنه اخر يوم في حياتنا. يعني ايه؟ يعني لازم كل يوم نراجع نفسنا، هل يا ترى انا لو مت النهارده هكون عامل اللي عليا، محقق مسؤولياتي ناحية بيتي واولادي وزوجتي اهلي؟ هل انا اجتهدت بما فيه الكفاية علشان اوصل ان انا اموت وانا مش خايف؟ هل انا غلط ولا صح؟ يعني أنا النهاردة عملت حاجة غلط لو مت هتحاسب عليها، ولا أنا راضي ضميري؟ الموت هو العبرة القوية الحقيقية للإنسان. الإنسان مهما حاول إن هو يهرب من فكرة الموت عمره ما هيقدر يهرب من قدره. بنقعد بقى نفكر أنا اتعاملت إزاي يا ترى مع الناس؟ هل أنا كنت شخص كويس؟ أنا لما أموت الناس دي هتتكلم عليا إزاي؟ الناس دي هتزعل إنها فقدتني؟ هل أنا كنت شخص كويس؟ هل أنا كنت بحب الناس بمميزاتهم وعيوبهم حب غير مشروط بدون ما أحكم عليهم؟ الناس دي هتقول عليا إيه لما أموت؟ هتقول عليا إن أنا كنت شخص كويس وكريم وخير، بجيب لهم السعادة، بقف جنبهم في مشاكلهم؟ ولا هل أنا كنت شخص الناس ما صدقت وقعدت تدعي عليا إن أنا مت؟ هي دي أهم فكرة البني آدم لازم يخرج بيها من واقع الموت. أنا لما أموت الذكرى بتاعتي عند الناس هتكون عاملة إزاي؟ إيه الأثر اللي أنا هسيبه على المجتمع أو على المحيط اللي حواليا؟ هل أنا سايبة أثر كويس وأثر ناجح وأثر فيه حب وفي رحمة وفي تسامح وفي مغفرة وفي اجتهاد وفي سعي؟ ولا هل أنا إنسان سيء جدا كنت بأذي الناس بس وبدوس عليهم وبسبب لهم المشاكل؟ الحياة دي عبارة عن حياة مزيفة. ربنا قال في القرآن إنها مجرد ساعات، حلم احنا بس اللي نقدر نختار الحلم ده هيكون حلم حلو ولا كابوس. لو احنا عشنا بضميرنا، اجتهدنا، عملنا الناس معاملة كويسة، حبينا الناس حب غير مشروط، عملنا كل اللي علينا ناحية الناس اللي حوالينا، حبيناهم فعلا وأدينا واجبنا في الحياة واجتهدنا وشلنا مسؤولياتنا وعبدنا ربنا وكنا ناس كويسين، هنعيش حلم جميل جدا، وفي الآخر هنروح الحياة الحقيقية واحنا مطمنين وضامنين حسن الخاتمة. لو احنا عشنا في غل وحقد وكره وتهرب من المسؤولية ونم على الناس وأذل الناس، مفيش ضمير وما نعرفش ربنا، هنشوف أسوأ كابوس ممكن نشوفه. هنعيش حياة سيئة جدا، وكمان لما نروح الحياة الحقيقية هنشوف مصير سيء جدا جدا. هي دي أهم فكرة لازم نطلع بيها من واقع الموت.
وخليكم متأكدين إن الموت رحمة من ربنا. النبي عليه الصلاة والسلام لما طلع لربنا في رحلة الإسراء والمعراج طلب من ربنا الرحمة للإنسان، إن ربنا ما يعمرش الإنسان ويخليه يعيش كتير، لأن الحياة صعبة، رحلة كلها كفاح، رحلة صعبة جدا جدا جدا. وعشان كده النبي طلب لنا الرحمة من ربنا، إن إحنا ما نعيش كتير، لأن زي ما قلنا الحياة دي مزيفة. وخليكوا واثقين إنكوا لو عديتوا الاختبار ده بطريقة صح إنكوا انتوا في الآخر هتقابلوا الناس العزاز عليكوا دول في الحياة الحقيقية لما ننجح في الاختبار. احنا لازم نفهم إن الموت ده رحمة من ربنا، ولازم كمان ما نكونش أنانيين. الناس اللي احنا فقدناهم العزاز علينا دول دلوقتي هم في مكان أفضل بكتير، وإن ربنا رحمهم من قسوة الدنيا ومن عذاب الدنيا، لأن الدنيا حقيقي صعبة وحياة مزيفة بجد. ربنا يكتب لنا السمعة الحسنة وحسن الخاتمة والنجاح في الاختبار الصعب ده، ويجمعنا على أحبابنا اللي احنا فقدناهم على خير إن شاء الله. كنت معاكم غدا يسري، مع السلامة، باي باي.